السلام عليكم. اتكلمت معاكم في الفيديو اللي فات واللي قبليه وجبت لكم اقوى حاجة للانتصاب واقوى حاجة للتأخير، لكن في بعض الناس كلمتني وقالت لي ان هم بيخافوا من الاقراص او من البرشام، وبيقولوا ان هي بتوجع معدتهم وخايفين من الاثار الجانبية بتاعتهم، فطلبوا مني حاجة تكون مثلا دهان او حاجة تانية خارجية تستخدم علشان التأخير او الانتصاب، وانا ما زعلتهمش وجبت لهم اقوى حاجة للتأخير. يلا بينا نبدأ الفيديو. وزي ما عودتكم دايما في اول كل فيديو، انا مش دكتور ولا صيدلي، لكن بجيب لكم بعض الحاجات اللي الناس استخدمتها وجابت معاها نتيجة كويسة، فبقول لكم عليها على اساس انها تجيب معاكم برضو نتيجة كويسة. لكن ما تستخدمش اي حاجة غير لما ترجع للدكتور او الصيدلي، لان هم اكتر اتنين يعرفوا الحاجة دي مفيدة ليك او تنفع ليك ولا لا. زي ما اتكلمت معاكم في الفيديو اللي فات واللي قبليه عن اقوى حاجة للتأخير والانتصاب، في ناس اتكلمت معايا وقالت لي ان هم بيخافوا من الاثار الجانبيه بتاعه الاقراص او البرشام. هو مبدئيا كده الحاجات اللي انا جبتها في الفيديو اللي فات واللي قبليه ان شاء الله ملهاش اعراض جانبيه، او اعراضها هتكون بسيطه جدا جدا، مش اللي هي تخاف منها او تقلق منها. لكن برضو على كل حال انا جايب لكم النهارده دهان كويس جدا وبيعمل عمليه تأخير قويه جدا جدا. الدهان ده اسمه الترا كاين. الترا كاين ده من الحاجات اللي هي بتعمل عملية تأخير جدا، ولو انت استخدمت الكريم ده او الجل ده استنى كمل معايا الفيديو للآخر وهقول لك طريقة استخدامه، لان طريقة استخدامه ممكن تخليك تشكر فيه جامد او يجيب معاك نتيجة كويسة، وممكن يجيب معاك نتيجة عكسية ويبقى وحش جدا جدا جدا. فسواء انت جربته او ما جربتوش كمل معايا الفيديو علشان هقول لك هتستخدمه ازاي. الجل ده برضو للأمانة مخدر موضعي. يعني ايه؟ يعني بيعمل عملية تخدير في المكان اللي انت هتدهن عليه. طيب، في بعض الناس اللي ممكن تستخدمه ويجيب معاه زي ما قلت نتيجة عكسية. ليه يجيب معاهم نتيجة عكسية؟ لان هم بيستخدموه غلط، فبالتالي بيحصل معاهم حاجة من الاتنين: يا اما بيعمل لهم عملية تخدير في العضو خالص وما بيحسوش بأي متعة جنسية، يا اما بيعمل لهم اصلا ضعف في الانتصاب لان مفيش احساس، فبالتالي ما يبقاش فيه انتصاب. طب ليه هو بيحصل لهم كده؟ لان هم بيستخدموا منه كمية كبيرة جدا. بيقول مثلا ان انا لو دهنت كمية كبيرة يجيب معايا نتيجة سريعة او قوية. لا، الدهان ده يا جماعة بتستخدم منه قطعة بسيطة جدا او شوية صغيرين جدا، يعني ممكن تقول مش عايز اقول لك نص عقلة الصباع، لا، ربع عقلة الصباع، حاجة صغيرة جدا كده. بتاخدها من الجل ده وبتدهن بيها العضو. طب بتدهن العضو ازاي؟ بتدهن العضو من تحت من هنا كده تمام، وبتدهن من قدام، يعني دهنة بسيطة جدا. الحتة الصغيرة دي هتاخدها تدهن بيها من تحت ومن قدام. الدهنة الصغيرة دي بتعمل عملية تنميل بسيطة في العضو علشان يعمل معاك عملية تأخير في القصف. فالجل ده يا جماعة جل قوي جدا، وفي نفس الوقت ملوش اي اعراض. الناس اللي بتخاف من الاقراص او من البرشام انه ينزل معدتها وبتخاف منه ومن اعراضه الجانبية، الجل ده ملوش اي اعراض جانبية خالص. استخدمه وهيعمل معاك عملية تأخير كبيرة جدا. طب هتستخدمه امتى؟ استخدمه قبل العلاقة بنص ساعة، يعني من نص ساعة لساعة استخدم الجل ده، هيعمل معاك عملية تأخير قوية جدا. استخدمه، لكن زي ما قلت لك كده ما تكترش منه، جزء بسيط منه، تدهن العضو من تحت ومن قدام، هيجيب معاك نتيجة قوية جدا ونتيجة سريعة جدا. واكتب لي في التعليقات بعد ما تستخدمه ايه اللي حصل معاك. ما تنسيش يا جماعة تدوسوا على زر الاعجاب وتشتركوا في القناة، وتابعوا معايا الفيديوهات الجاية هنتكلم فيها عن مواضيع كتيرة ومواضيع مهمة جدا جدا. سلام عليكم.